الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن رسميا توقيع أول اتفاقية تعاون حرب مع المغرب والتي هزت الجزائر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والآن إلى التفاصيل. حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في إفريقيا، منوها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الإفريقية الضخمة. وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: نحن نعقد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا. وأضاف بوتين موضحا: هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية، لذلك لا ينبغي بأي حال أن نفوت مناطق أخرى. وتابع بوتين: القارة كبيرة، ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية. وأشار بوتين إلى أن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وأفريقيا يجب أن تعمق بالتعاون الاقتصادي. وقال: رأينا جميعا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي ضخم.